مرتبك بيحطك في اي طبقه دلوقتي؟ بنشرب كمان عايزة تقوم؟ تعال نشوف مرتبك بيحطك فين على خريطه الدخل في مصر في 2026 بالنسبه للفرد الواحد. اقل من 8000 جنيه فدي طبقه محدود الدخل، دي الشريحه اللي بتقع تحت الحد الادنى للاجور في مصر. فهنا الدخل بيروح للحد الادنى من الضروريات، الاكل، المواصلات، المصاريف الشخصيه، واي ظرف مفاجئ بيظهر ممكن يقلب لك الشهر كله. من 8000 ل 14000 ودي الطبقه الكادحه او الطبقه العامله، ودي بتبدا من الحد الادنى للاجور وبتبدا تغطي جزء من المصاريف الاساسيه للحياه، يعني بتبقى عايش على قد المرتب من الشهر للشهر، بس التحويش بيكون لسه رفاهيه صعبه. من 14000 ل 20000 ودي الطبقه المتوسطه الدنيا، هنا الوضع بيبدا يتحسن شويه وبتبدا توفر احتياجاتك الاساسيه بشكل افضل. لكن لا قدر الله لو حصل مرض او عطل كبير او سبت شغلك شهرين مثلا، فهنا بيكون هامش الامان لسه مش مضمون. من 20000 ل 25000 وهنا بدايه الطبقه المتوسطه، هنا بتبدا تغطي احتياجاتك الاساسيه وبتبدا تحط جزء للطوارئ، وممكن تبدا تحوش بدل ما يبقى كل تفكيرك انا هخلص الشهر ازاي. من 25000 ل 40000 دي الطبقه المتوسطه العليا، وهنا دخلك بيسمح لك ان انت تبدا تبني امان مالي اكبر شويه، تعمل صندوق طوارئ، ادخار منتظم، وجزء استثمار، ورعايه صحيه افضل طبعا، ومساحه اكبر للترفيه بدل ما كل خروجه هتعمل لك ازمه في الشهر. من 40000 ل 60000 دي شريحه الدخل المرتفع، وهنا بتبدا تتحرك لمرحله انك تبدا تبني اصول، تحوش بنسبه اكبر، تستثمر بشكل منتظم، من الاخر بتقدر تتحمل الصدمات الماليه بشكل افضل. من 60000 ل 100000 ودي شريحه الدخل المرتفع جدا، وهنا بيبقى عندك مساحه اكبر للاختيار، سكن، استثمار، تبني اصول، تعليم ورعايه صحيه افضل، وهنا بيكون نمط الحياه طبعا اعلى. بس التحليل اهم ان انت تبقى عارف ان 20000 في القرى مثلا قوتها الشرائيه مش زي المدن، وشخص عنده سكن ملك غير شخص بيدفع تلت مرتبه في الايجار، وشخص مسؤول عن نفسه غير شخص عنده اسره فمرتبه بيتقسم على 3 أو 4 افراد. فهنا رقم المرتب ممكن يكون واحد بس الواقع المالي طبعا بيكون مختلف. وطبعا الارقام دي مش تصنيف حكومي رسمي، دي محاوله تقريبيه عشان نعرف خريطه الدخل في مصر عامله ازاي. فلو شلت من دخلك الايجار والفواتير الاساسيه والمواصلات ومصاريفك الشخصيه والصحيه، هيتبقى معاك كام تحوشه او تستثمره، وهنا هتعرف انت فين تقريبا في الخريطه دي.